تخيل كده انك ماشي عادي في سوبر ماركت كبير في امريكا وبدون سابق انذار تلاقي نفسك واقف قدام رف مليان بالعيش البلدي المصري. اللحظة دي بالظبط عاشها شاب مصري مقيم هناك لما دخل سوبر ماركت كبير وفجأة لقى العيش البلدي متغلف ومحطوط زي اي منتج عالمي. اللحظة كانت مؤثرة لدرجة انه صور فيديو عفوي، واللي حصل ان هو انتشر بسرعة على السوشيال ميديا. الجميل في الموضوع ان العيش البلدي بالنسبة لنا مش مجرد رغيف عيش، ده رمز يومي، حاجة مرتبطة بالبيت واللمة والسفرة المصرية، طعم وجذور بتفكرنا بأصلنا مهما بعدنا. وده اللي خلى الفيديو يوصل لكل مصري بره أو جوه البلد ويحرك فيه الإحساس ده. والأجمل إن هو بيتصنع هنا في مصر ويتشحن لأمريكا، يعني الرغيف اللي بيشتريه هناك مصري 100%. والمتجر نفسه في الوصف بتاعه مدح العيش البلدي وقال إنه وصفة من أكتر الوصفات انتشارا في العالم، وإن المصريين بياكلوه من 4000 سنة. الناس على تيك توك وفيسبوك اتكلموا عنه بحماس، في ناس قالت إن هم مش عارفين يلاقوه علشان بيخلص بسرعة من الرفوف، وفي ناس تانية قالت الطعم فكرهم بالعيش البلدي في مصر بالظبط، خصوصا لما يتاكل مع الفلافل او البطاطس. القصه مش مجرد عيش اتباع بره، دي حكايه عن ازاي ابسط حاجه في حياتنا اليوميه انت ممكن ما تحسش بيها ممكن تبقى رمز عالمي لمصريين كتير عايشين بره، وازاي رغيف عيش يقدر يربط بين مصري وجذوره اللي عمرها آلاف السنين.